مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. من الفضاء للشعب المصري الشقيق رسالة 2. قبل ما نطلع الفضاء ونسيب الارض يا جماعه، الشعب المصري كان عنده حاجه غريبه جدا في شخصيته، وهو ان المصري عنده انبهار فايق بالكيان الاجنبي وشايفه ان هو اكتر واحد بيفهم. علشان كده لازم نجيب مدرب اجنبي للمنتخب الوطني عشان يدخلنا كاس العالم. ودخلنا كاس العالم. لا مش عارف ايه السبب ان كل حاجه لازم نحشر فيها واحد خواجه. المصري لما يشوف واحد اجنبي كانه شاف كائن خرافي لازم يتصور معاه صورتين وينزلهم على الفيس. المصري لما يجي ياسس شركه لازم يقول لك احنا هنجيب خبراء اجانب. لا وخد بالك تلاقيه بيتك قوي على خبراء اجانب دي. يا عم دول الناس طلعوا القمر. وايه المانع؟ طب ما احنا طلعنا الفضاء. امتى بقى الخواجه يقول احنا هنجيب خبراء مصريين؟ عندك مثلا الام تقول لك انا هدخل ابني مدرسه بريطانيه، والاب يصر انه يدخله مدرسه فرنساوي. مستحيل طبعا تلاقي مدرسه بره نظامها مصري. المصري لما بيجي يشتري حاجه لازم يدور على حاجه مستورده، وعمره ما يبص للمصري لانه بيحس انه مضروب وما يساويش 3 مليم. المصريين لما قعدوا عشان يحطوا النظم التعليميه قالوا احنا نتعب نفسنا ليه؟ ما احنا نجيب نظم جاهزه من بره. يا ريتها جت على النظم وبس، ده كمان المناهج من بره. مع ان المناهج المفروض تبقى مناسبه للناس اللي هتدرسها. وبعد كل الهري ده التعليم اتقدم؟ لا، تلاقي واحد لو جاله دور برد وراح المستشفى تلاقي واحد طالع لك زي الخازوق يقول لك هطلع اسفره بره، يطلع واحد تاني يقول لك نجيب دكتور من بره احسن. ليه بنعتمد على الخواجه في كل حاجه؟ خلاص مش عارفين نعمل حاجه بنفسنا؟ هل ده معناه ان احنا عندنا عقده الخواجه؟ تلاقي الواد من دول ضارب شعره في الخلاط ولابس بنطلون فسفوري ولابس تيشيرت مكتوب عليه بالبونت العريض ايام ستيوبد. ليه يا ابني بتعمل في نفسك كده؟ انت لسه في عز الشباب. ليه ما نلبسش تيشيرتات مكتوب عليها بالعربي؟ عربي ايه ده؟ احنا بنكتب فرانكو اصلا. صح. وتلاقي الواحد من دولت لازم يكون حافظ اسامي الممثلين والمغنيين الاجانب على اساس ان دي ثقافه يعني. المصري هو اللي هتلاقيه بيتكلم كل الكلام عربي بس لازم يحشر كلمه انجليزي في النص. سي مثلا عمرك شفت حد بيقول لك انا اكلت عند كشري المصري او كشري ابو طارق؟ لكن تلاقي ناس تقول لك انا اكلت عند هارديز وماكدونالدز. ليه يا جماعه؟ لما يكون حد مصري مشهور وراكب لك عجله بجو. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. قلت لي العجله دي بكام؟ ليه عندنا هزيمه نفسيه من ناحيه الخواجه؟ ليه لحد دلوقتي منبهرين بشخصيه الخواجه اللي ملهاش مثيل؟ حتى في تشجيع فرق الكوره مش معقول يا جماعه نشجع الاهلي والزمالك والحاجات اللوكال دي. تشجع مانشستر، برشلونه، اي سي ميلان، الحاجات الواو دي. تابع افلام بقى يا جماعه ليام نيسون ونيكول كيدمان ومشاهير هوليوود بقى والجو ده. ليه في ناس لما تيجي تتكلم معاك تعمل لك حركات بايديها؟ السؤال هنا، هل ده معناه اننا بنحول نفسنا للمسخ؟ امال ايه بقى مصر حضاره 7000 سنه ومصر التاريخ ومصر الاثار وجول مجدي عبد الغني اللي احنا لسه عايشين على ذكراه؟ يبقى الكلام ده في الاونطه ومش ناقصين نغني بيه على نفسنا. لو فعلا مصر ام الدنيا ما كناش هنعمل اللي بنعمله ده. مش معنى ان الدول دي متقدمه اللي احنا نقلدهم في كل حاجه. محتاجين نصارح نفسنا فعلا ونتخلص من عقده الخواجه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقه الاولى من البرنامج. نشوفكم بقى في حلقه جديده من الفضاء ينتفض. محدش يعمل سبسكرايب ومحدش يعمل لايك، مش عايزين ولا تعملوا شير. ما تسمعوش كلامه يا جماعه واعملوا شير وسبسكرايب ولايكات وكومنتس. لو حد يا جماعه عنده افكار او نقد حتى ممكن يبعته على الصفحه بتاعتنا